وبيبدأ التدريب الشاق، والمرحلة التانية عبارة عن اختبار لياقة واختبار قدرات. وكافكا بيعاني في كل تمرين وبيقول ده إحساس سن ال 32 بقى. وفي الآخر بيطلع ترتيبه 219 من أصل 225. فكوكورو بتغيظه وبتقوله إنها جابت المركز الخامس، خصوصا إنه كان متحديها وقال لها افتكري اسمي. فبيعيط وبيقول لها انسي اسمي أرجوكي. وهي بتمشي فخورة بنفسها. رينو بيقوله أنا فخور إنك مستخدمتش قوة الكايجو. فكافكا بيرد مادام الكل بيجتهد مش عدل إني أستخدم قوتي. وفجأة بيصرخ بالدموع كنت فاكر نفسي جامد أنا وبقول كده، بس شكلي كنت لازم أستخدمها. وبعد كده رينو بيوضح أول 4 جابوا أعلى درجات في اختبار اللياقة، والخامسة كانت شينوميا كوكورو، ودي بقى موهبة غير طبيعية والكل متحمس يواجهها. وبتقول لكافكا أخيرا فهمت أنا قد إيه جامدة. فكافكا بيمسكها من كتفها وبيقول لها ما كنتش أعرف إنك قوية كده. فحراسها بيضربوه والناس مستغربين فاكرينه معجب بيها. وبتقول له دي تاني مرة أحرجك النهاردة. فهو بيتعصب وبيقول هخليكي تحرجي انت كمان. بس بيرجع يقول في نفسه بس مش عارف ازاي هعمل كده. فرينو بيشرح له ان السنتين اللي فاتوا الجزء التاني من الاختبار كان التخلص من النفايات عشان العمل الجماعي والمعلومات، وعشان كده انا دخلت فريق النفايات. والاتنين بيتحمسوا وبيقولوا يلا نراهن على الجزء التاني.